صباح الورد والفل والياسمين، يا رب يومكم يبقى جميل. انا عامله الفيديو ده من النهارده، عاملاه عشان اعرف الناس انا محتوى القناه بتاعتي ايه. طب ليه الكلام ده؟ غير ان هو حق للناس ان هم يعرفوا هم بيتابعوا القناه دي ليه، انا عندي اسباب تانية هقولها في اخر الفيديو ان شاء الله. اول حاجه بالنسبه للمحتوى بتاعي، انا طبعا هقول ايه سبب بدايه الفكره بتاعه القناه. في وقت من الأوقات في سنة 2018 كنت بقعد ساعات ببقى عايزة مثلا وصفات معينة، عايزة أشوف كورسات، حاجات يعني كده ريليتد بشغلي أو كده. بالنسبة للبيت عايزة أشوف وصفات معينة كده إن كنت أقدر أظبطها. هل طريقتي صح؟ هل في طريقة أحسن مني؟ الكلام ده. دخلت لقيت بالنسبة مثلا لمجال الطبخ كل واحد بيقول وصفة مختلفة تماما عن الناس التانية، وبيقولها بطرق مختلفة تماما. في طرق منها مقبول وطرق غير مقبول. واحدة معتمدة على انها بتتكلم مع المتابعين بتوعها بطريقة مش كويسة، عشان تجيب مشاهدات، مش هدفها ان هي توريني الوصفة. واحدة تانية بتقول المعلومة بس بعد ما تقعد ساعتين تلاتة، وده ما يناسبش لا شغلي ولا وظيفتي ولا اي حاجة. انا عايزة فيديو دقيقتين تلاتة اعرف منه الموضوع وخلاص. حد غيرهم بيقول وصفات غير مؤكدة، يعني هي فعليا هي بتقول اي كلام وخلاص. عايزة بس تحط التاتش بتاعها او عايزة تزود حاجة. انا شايفة ان هي ملهاش اي تلاتة لازمة في الوصف، وبالتجربة بلاقي ان وصفتها مش حلوة ومش طالعة حلوة، ولا انا استفدت حاجة ولا اي حاجة. فبناء عليه فكرت شوية، طب احنا ليه لما نيجي نقول معلومات عن وصفات او عن اي حاجة ما نتأكدش الاول وبعدين نقولها؟ طبعا ده صعب انك انت تطلبه من كل الناس دي بمختلف ان هم اصلا ليهم اتجاهات تانية. يعني هم مثلا هي لا، هي مش همها ان هي تديك المعلومة قد صح ولا غلط، قد ما يهمها ان الفيديو ده يعمل مشاهدات وتبقى ساعته طويلة. ما يهمهاش ان هي تفيدني او ما تفيدنيش او تديني سر طبختها حتى، لان هي عندها اغراض تانية من القناة. طيب خلاص، طب ما اجرب اعمل انا الموضوع ده بنفسي. دي كانت اول فكرة في دماغي.